عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعافية. اليوم ان شاء الله باش نعمل أكلة تونسية. مكوناتها 500 غرام لحمة مفرومة، توابل كركم، فلفل احمر، تابل، ثوم، زعتر، جوز الطيب وملح، ملعقة اكل خبز مرحي، بصلة مفرومة. عندي هوني قوطة مش باش نعملها بكلها، باش نعمل شطر، 4 بيض، وعندي هوني سبناخ. إذا باش نبدا على بركة الله. حطيت هونيا شوية زيت، يعني ملعقة أكل زيت معها شوية صلصة، نخليه يتقلى شوية وبعد نحط السبناخ. إذا هوني حطيت توا السبناخ مع شوية توابل، نخليه يتسيب شوية. عملت الكعبات البيض نتاعي، سلقتهم في الماء والملح، وتوا باش نكمل الباقي. اذا اللحمه نتاعي شرحتها، وتوا باش نحط السبناخ. البيض نتاعي، اذا الخليط نتاعي كملته، حطيته في طبق فيه شويه ماء باش نحطه في الفرن 200 درجه 30 دقيقه، وكل مره نتفقده. بعد 30 دقيقه نحيت له توا الورق الالومنيوم، وباش نعاود نرجعه مره اخرى 15 دقيقه حتى يخلون يعني. خرجتها من الفرن، وتوا باش نقصها ونحطها في صحن تقديم. فكرتي اليوم معي اسبانيورية، ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم، وبقيكم بخير وفي الامان.